في مدينة حلب، بناء على توجيهات السيد محافظ مدينة حلب السيد عزام الغريب، وعلى توجيهات مجلس مدينة حلب بإعادة تأهيل مداخل مدينة حلب لتكون كمظهر ورونق جميل وحضاري يعكس مدى جمال وثقافة وفلكلور مدينة حلب. قمنا نحن كمديرية الحدائق في مدينة حلب بالبدء بإعادة تأهيل الجزر والمساحات الخضراء وجوانب الطرق والأحراش حول مدخل حلب الغربي، حيث باشرت شعب الحدائق بمجلس مدينة حلب بأعمال إعادة تأهيل الجزر والمساحات الخضراء المحيطة بمدخل حلب الغربي. طبعا هذه الأعمال تكون هي ضمن خطة مجلس المدينة لتحسين المظهر الجمالي وتعزيز الغطاء النباتي في المدينة، حيث تضمنت الأعمال تزيير الجزر الوسطية بالأشجار المناسبة الملائمة ذات المظهر الجمالي اللائق، مثل أشجار النخيل، البريكتونيا، العفص الشرقي، الجستروم الشجري، بالإضافة إلى المروج والمسطحات الخضراء، بالإضافة لإعادة تأهيل بئر المياه والخزان المحيط بالمنطقة، بالإضافة إلى تركيب سلات قمامة، بالإضافة إلى وضع مقاعد للجلوس وتأهيل شبكات الري، بالإضافة إلى تركيب مناهل صحية للشرب، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة، بما يضمن استدامة لهذه المنطقة حول مدخل حلب الغربي. طبعا يأتي هذا المشروع ضمن برنامج متكامل يعمل عليه مجلس المدينة لإعادة إحياء المساحات الخضراء في مختلف الأحياء، بما يعزز بيئة ويوفر متنفس لأهالي المنطقة وأهالي حلب الكرام.